دائما مع المشاهدين الكرام، أين يتمسك الفنان التشكيلي ليظهر هادف من بلدية أم البواقي بالأصالة الشاوية وجمال الطبيعة من خلال أعماله ورسوماته التي يقدمها بلمسة إبداعية ممزوجة بالألوان الزاهية. رشيد مقدم والتفاصيل. الأزهر هادف فنان تشكيلي يرسم لأصالة الشاوية وينطق تراثا بالريشة والألوان. فنان من بلدية أم البواقي يتمتع بمهارة وبذوق الموهبة، يتفنن في أعماله التشكيلي عن طريق تقنية الرسم بالسكين بدل الريشة. تقنية الرسم بالسكين هي تقنية انطباعية متداولة، يعني تقنية عالمية. أنا قمت بلوحات جديدة في الرسم في هذا النوع الانطباعي. نرسم الطبيعة. قمت بتجسيد تراث منطقة شاوية. عندي لوحات عديدة تعبر عن الانتوراج الشاوي. الرسام الأزهر وبقلم الرصاص يرسم لوحة لأصدقائه موضوعها غلاس. قمت برسم غلاس كما شاهدتم وحاضر. الفن التشكيلي لدى الرسام الأزهر هادف هو لوحات من الأصالة والتراث بلمسة إبداعية، رسومات أجادها وأتقنها، ولوحات زيتية لرسام يتمتع بقريحة فنية لا يزال متمسكا بموهبته رغم العقبات. في موضوع آخر